كابتن علي ماهر هيسيب المباراة للزمالك عشان ياخد الدوري عشان متغاظ من النادي الاهلي برغم انتمائه الاهلاوي ان النادي الاهلي ما جابوش مدرب وجابوا كابتن عماد النحاس. دي تتقفل كبيره يا حباب قلب خوخ. دلوقتي يا حباب قلب خوخ سكه ودغري قناه الزمالك مطلعين واحده طالعه بتوجه رساله لكابتن علي ماهر وبتقول له ايه زي اللي انا هقوله لكم كده بالظبط. تقول له كابتن علي يا ماهر حضرتك كده كده ضامن ان انت تروح تلعب كونفدراليه مع الاهلي. والله العظيم هي قايله كده نصيه. المباراه بالنسبه لحضرتك والزمالك امام سيراميكا والزمالك تبقى تحصيل حاصل. يا ريت انتماء حضرتك الاهلاوي ما ياثرش عليك عشان احنا عاوزين نفرح وناخد الدوري. هي عاوزه تقول سايب لنا الماتش بس مش عارفه تقولها له ازاي. انا بقى مش مشكلتي في كده، مشكلتي في اللي انا هقوله ده. تقول له انا بنحبك وبنحترم حضرتك يا كابتن. فرح 70 مليون زملكاوي. 70 مليون ايه؟ والله العظيم ما بقى 70 مليون ايه؟ ده كان احنا على بعضنا 120 مليون. منكرش يا نيره يا اختي ان انتوا في ناس ظهرت اول مره اعرف ان هي زملكاويه. يعني احنا كده 50 مليون وانت اكتر. انت انضف يا عم وانت انضف يا اخت. تاني حاجه يا استاذه نيره حضرتك طالعه بتقولي الكابتن علي ماهر ان هو يسيب الماتش وانتمائه الاهلاوي ما ياثرش عليه يسيب لكم الماتش عشان انتوا تكسبوا وتاخدوا الدوري. ان هو كده كده سيراميكا ضامنه ان هي تلعب كونفدراليه. طب حضرتك ما لفتش نظر حضرتك لحاجه؟ يعني احنا بالنسبه لنا احنا يعني هو يسيب لكم الماتش عشان انتوا تاخدوا الدوري واحنا اهلاويه الماتش ده متوقف عليه ان احنا نلعب دوري ابطال. او ممكن اصلا يا استاذه نيره لو سيراميكا لعبت بضمير انتوا تخسروا اساسا وانتوا اللي تبقوا تالت وتروحوا انتوا تلعبوا الكونفدراليه. مش عارفه مين مأكد لحضرتك جدا ان احنا خلاص رايحين على الكونفدراليه مع ان حضرتك اللي ممكن انت وفريقك تلعبوا على الكونفدراليه. مش عارفه يعني انت طالعه بتقولي لمدرب سايب لنا الماتش بس بالذوق. انت بتحطيه تحت ضغط وستريس اللي هو سايب لنا الماتش عشان خاطر انت اهلاوي. يعني مش فاهمه الفكره. كابتن علي ماهر اولا راجل ومدرب محترم جدا وبيلعب بضمير وذمه وشرف طول عمره حتى امام النادي الاهلي. حتى لو كابتن علي ماهر سايب لكم الماتش لعيبه النادي الاهلي اللي كانت متواجده في النادي الاهلي اللي هي حاليا لعيبه سيراميكا هتسيب لكم الماتش؟ يا نونو يا اختي نحن نوه هؤلاء الاشخاص خالص. اولاد النادي الاهلي متعودين يلعبوا بذمه وضمير وشرف امام اي حد. ما بالك ان المباراه دي بقى تحدد حاجات كتير. يا ستي سيبك منا ممكن بيراميدز تاخد الدوري. انا ما اعرفش انت متاكده منين ان الاهلي رايح يلعب كونفدراليه. بقولها وهفضل اقولها الدوري لسه ما خلصش. الكوره مكسب وخساره. باد لك وجود لك. في ثانيه الا ثانيه ممكن تخسر وفي ثانيه الا ثانيه ممكن تكسب والكوره ما حدش يعرف فيها حاجه. العلم عند الله. لكن انت تطلعي تقولي كده تقولي له سيب لي الماتش. الموضوع كمان عالي معاها لدرجه بتقول ان كابتن علي ماهر مجمع لعيبه سيراميكا وبيديهم تعليمات انتمائه الاهلاوي غلب عليه. والله العظيم هي طالعه بتقول كده. بتقول له وبيقول لهم ان هم لازم يكسبوا المباراه رغم ان المباراه تحصيل حاصل. يا حبيبه قلبي المباراه تحصيل حاصل دي بالنسبه المباراه دي متوقف عليها كل حاجه في الدوري. متوقف عليها ترتيب بيراميدز متوقف عليها ترتيب الاهلي متوقف عليها مين اللي ياخد الدوري اصلا. مش عارفه هم انت اواجه مين. انا مش انا تعبت حبايب قلب خوخ. انا تعبت. اقول لك في لقطه ثانيه بعد سمير وتريزيجيه الاثنين صحاب منذ قديم من عرش الملكه من ايام الملكه حتشبسوت. الاثنين اتجمعوا في مطعم وبياكلوا عادي. قلت لك لا تكبير المواضيع عند الزمالك. قلت لك اصل الكابتن الخطيب السيناريو اللي بالفه في دماغي قبل ما انام. بس كابتن محمود الخطيب عامل مكافئات وتريزيجيه يروح يتقابل مع سعد سمير في المطعم بيقول له كابتن محمود الخطيب ما جهز لكم المكافاه اكسبوا انتوا بس واحنا هنجيب لكم المكافاه. طب بالله عليكم انا يعني ده كلام يطلع يتقال في الاعلام وبتزعلوا مننا لما بنطلع نترول عليه. بس ما فيش حد عاقل هيقول الكلام ده. احنا سيبنا كل الاماكن وهنروح كيلو 78 انا اللي حاطط الخطه وانا هقول يلا نجيب كل اللعيبه وهنمسك في تريزيجيه وسعد. يعني مثلا مش هنجيبهم من النادي مش هنقابل في بيوت بعض. انتوا يا جماعه انتوا ايه يعني؟ انا مش فاهمه والله العظيم انتوا بتاكلوا ايه؟ بتشربوا ايه بعد الغداء يا حبايب قلب خوخ؟ كانت ختمه كلامها وقايله عرفتوا يا جماعه ان دي مسرحيه ايه يا حبيبتي؟ اهدي بس يا ماما. انه كلهم مش عاوزين الزمالك ياخد بطوله. ما هو طبيعي ان احنا مش عاوزين الزمالك. احنا عاوزين ناخد البطوله وبيراميدز عاوز تاخد البطوله واخ اللي هناك عاوز ياخد البطوله. اهدي يا ماما احنا مش مؤامره. مسرحيه انت حافظه مش فاهمه السكريبت بيوزعوا. انتوا في ايه يا حبايبي؟ كله بيشتغل على عدم مصلحه الزمالك من كل طب بالله عليكم انا ارد عليها اقول لها حبيبه قلبي المشروع خلتنا عاملين مسرحيه وراشين اللعيبه. هو في ايه اللي مطلعهم على الاعلام ده؟ مطلعهم ازاي؟ مين صاحب القناه دي؟ القناه دي لازم بجد والله اللي بيقولوه بيضحك. الله في العون. دي طايره خالص.